سلام يسوع. في واحد بيسأل سؤال، بيقول أنا ما شفتش القديسين المعاصرين ولا قابلتهم بالجسد، إزاي أشوفهم بالإيمان وقابلهم بالإيمان؟ وهل في السماء هناك أشوفهم وقابلهم القديسين؟ يا صاحب السؤال، أولا العيان أو الشوف زي ما بتقول أو النظر ده بيرتبط بالمحسوس وبالملموس. يعني إيه؟ يعني أنا أقدر أشوف بالعيان الحاجات المنظورة. الحاجات المنظورة وقتية، أما الحاجات غير المنظورة فأبدية. طيب، في العينين اللي انت بتشوف بيها دي اسمها عيون الجسد، ما تقدرش تشوف بيها غير المنظور. طب والمش منظور؟ الروح ليها عيون. ايه هي عين الروح؟ الإيمان. ايه هو الإيمان؟ ثقة بما يرجى وإيقان بأمور لا ترى. تقول لي طب ازاي أثق في حاجة أنا ما شفتهاش؟ أسألك سؤال، انت شايف جسدك صح؟ هتقول لي واثق انك عندك جسد. هل انت شايف روحك؟ تقدر توصف لي روحك شكلها ايه؟ تقدر توصف لي روحك ساكنة فين في جسدك؟ تقدر توصف لي روحك مالية كل كيانك ولا ساكنة في جزئية منه؟ طب لو كانت روحك مالية كل الجسد، لو اتقطعت الايد او الرجل، هل الروح هتتقطع منها حتة ولا هتفضل مدلدلة في الهواء ولا هتنكمش؟ أسئلة كتيرة معرفش العيان ولا الطب يجاوب عليها، فأطلقوا على الروح السر الإلهي. فإذا أنت مش شايف روحك، لكن تثق وتؤمن إن فيك روح إنسانية. هكذا إذا الروح ترى الروحيات وتراها بعينيها، وعينين الروح الإيمان. عشان كده بولس الرسول بيقول لي ويقول لك ناظرين إلى الأمور التي لا ترى، أما الأمور التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فهي أبدية. وبعدين لما تيجي بتقول لي أنت أنا دلوقتي لما أروح السماء هناك أشوفهم؟ طبعا، لأنك أنت هتروح بالروح النورانية وجسدك هيتحول إلى جسد نوراني، وهم أرواح نورانية وأجساد نورانية، هتشوفهم وهيشوفوك. طب أنا هضرب لك مثل، وانت الراجل الغني والعازر، لما الغني راح الهاوية رفع عينيه شاف العازر في أحضان إبراهيم. هل الغني كان شاف إبراهيم؟ كان عاصر إبراهيم؟ ما عصرش إبراهيم، لكن أول ما شافه عرف إبراهيم. أنت أول ما الروح عندك تخرج وتروح السماء هتعرف إن ده نوح وده لوط وده أخنوخ وده موسى وده إيليا وده دانيال وده أشعية وده بطرس وده بولس، لأن الروح ترى بعين الإيمان، عيونها تشوف المنظور وتعرف، لأن معرفة الروح تزداد كثيرا على معرفة الجسد. يسوع يبارك حياتك. ركز في حياتك على الأمور التي لا ترى، لأن الأمور اللي ترى وعايز تشوف وتعاين هتقول زي توما، إن ما كنتش أشوف بعينيا وأحط إيديا. قال له طب تعالى يا توما حط إيديك. فلما قال له رب وإلهي قال له لأنك رأيت فأمنت، طوبى لمن آمن ولم يرى. اوعى تفقد الطوبة وتدور على المنظور. يسوع يباركك.